طبعا بقى لو هتعملوها باوراق او صدور، الافضل ان احنا نقطع الفراخ بتاعتنا لقطع صغيره ونعمل فيها فتحات. الطريقه اللي احنا هنعمل بيها الاجنحه النهارده ينفع نعمل بيها اي جزء في الفرخه، لو عندك دبابيس ماشي، لو عندك اوراق كامله ماشي، لو عندك صدور ماشي، بس انا هعمل النهارده بالاجنحه. هنجهز بقى التتبيله بتاعتنا، عباره عن كوبايه ميه هنحط فيها معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الثوم البودره، معلقه كبيره من البصل البودره، معلقه كبيره من البابريكا، لو حابه تحطي معلقه شطه حطي، وحطيت معاهم كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره مليانه من مرقه الدجاج الفوريه، دي موجوده عند اي عطار. هنجيب بقى الاجنحه بتاعتنا طبعا مغسوله كويس جدا ومتصفيه من الميه، هناخدها بقى ونحطها في التتبيله دي، وهناخد بقى الاجنحه يا جماعه ونفضل ندعكها بايدينا كده بالظبط حوالي 5 دقايق، والخطوه دي مهمه جدا، وبعدين نغطيها بكيس بلاستيك وعلى التلاجة اقل حاجه ساعه ونص ساعتين. هنجهز بقى كل الخضار اللي احنا محتاجينه، بصلايه كبيره متقطعه قطع صغيره، حبيتين طماطم كده شايله منهم القلب اللي جوه واخده منهم بس اللحم الخارجي، قرن فلفل اخضر، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، وشويه بقدونس، وطبعا بقى الفلفل الحار اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اختياري، مش حابين تحطوه استغنوا عنه خالص. هنجيب بقى طاسه كده على النار او وok ونحط فيه ماده دهنيه، انا حطيت معلقه زيت ومعلقه سمنه. هننزل بقى بالاجنحه بتاعتنا والنار عاليه جدا من غير تقليب خالص، لحد لما الاجنحه كلها تتحمر كده من الناحيتين وتاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. هنخرجهم على طبق، وفي نفس الطاسه دي بقى هننزل بالبصلايه بتاعتنا. البصل بس يدبل، انا مش عايزه البصل يلون خالص، اول لما البصل يدبل هننزل عليه بمعلقه الثوم، واول لما نشم ريحه الثوم بدات تظهر هننزل بقى بباقي الخضار اللي عندنا، الطماطم والفلفل الحار والفلفل الاخضر، وهنديلهم تقليبتين 3 كده مع بعض، وهنضيف عليهم بقى من 4 ل 5 معالق كبار من صوص الباربيكيو، وبرده من 4 ل 5 معالق كبار من الكاتشب، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنضيف عليهم كمان معلقه كبيره من العسل الابيض، وطبعا بقى هنضيف عليهم البهارات، معلقه ملح صغيره ومعلقه بابريكا ومعلقه فلفل اسود ومكعب من المرقه الفوريه، لو حابين مش حابين استغنوا عنه. هنضيف بقى الاجنحه ونديلهم تقليبه كده، وهنضيف عليهم بقى كوبايه ميه صغيره خالص، وهنهدي النار وهنغطي عليهم، وهنسيبهم بقى على نار هاديه بالظبط كده 10 دقايق لحد لما الاجنحه تستوي عندنا تماما. هي الاجنحه اصلا كده كانت مستويه نص تسويه واحنا بنحمرها. هنجهز بقى عندنا كوبايه ميه صغيره خالص هندوب فيها معلقه كبيره مليانه من النشا، وهننزل بقى بالميه والنشا دي فوق الفراخ، وهنديلهم تقليبتين 3 كده مع بعض بالظبط 5 دقايق على النار. هتلاقوا ان الصوص القوام بتاعه بدا يتقل معاكم بالشكل ده، كده خلاص الاجنحه بقت جاهزه ومستويه تماما. هنحط عليها بقى رشه من البقدونس، وكده خلاص بقت مستويه. وطبعا بقى قبل ما هننزل الفراخ بتاعتنا من على النار هنظبط الملح، لو محتاجه كمان شويه ملح هنزود. وبس كده خلاص بقى قدموها بألف هنا، حابين تعملوا جنبها مكرونه، حابين تعملوا جنبها شويه رز بسمتي، هي في كل الاحوال خطيره. عايزه اقول لكم بقى ان انا كل مره بعملها في البيت حرفيا البيت كله بيتجنن على طعم الفراخ وكمان طعم المكرونه، بجد بجد يا جماعه طعمها خطير، ان شاء الله تجربوها وانا متاكده انها هتعجبكم جدا جدا. وبس كده خلاص بقى خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم تعملوا ايه، تعملوا لايك وشير للفيديو. اشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.